پشتی پیواژویا یکم ji tomarkirina bi hezaran malbatên Kurd ji bo wergirtina nasnameya hemwelatîbûna Sûrî, ev heyama du rojan e qonaxa duyem ku wekî hevpeyvîna şixsî bi malbatên Kurd re ji cîbcîkirina biryarnameya sêzdan ku ji aliyê hikûmeta Demkî ya Sûriyê ve hatibû derxistin dest pê kiriye. Hevdîtin li 4 navindan li ser asta herêmên Parêzgah Hesekê hatine destnîşankirin. Di nav de du navind li bajarê Qamişlo, yek Hesekê û yek Çilaxe. Hevdîtin rojane ji saet 8 sibihê heta 2 piştî nîvro deriyê xwe ji serlêdanê re vedike. Desteya ku hatiye erkedarkirin ji bo şopandina tomarkirina nasnameya hemwelatîbûna Sûrî ji hêla Komîteyên Rêveberiya Xweser û hikûmeta Demkî ve tê temsîlkirin. شاوية البداية تجتمع حمو إلكترونينا يعني تشتك زحمت تدنينا هو أليكاريا مبارة شاوية صرت تبصيمية هذلك مجي صرت تبصيمي بورا أليكارا جبركو خطواتي تبصيمي جيهنا دسبيكي چار تلكي راستينا دستي راستي چار تلكي دستي چپي دوبرا هردو ابهام ودوبرا هر تلكك بخوا طبعا هاوير دور جي أمجرا أتبصمينا جيب أجنبي جياند كرن أجنبي أجنبية كرة تشكو هاتية أما حتى ساغ إنسان مكتوم أجنبي جياناك دبيبي كي جا ولاتي إنسان جياندك كي جا ولاتي تشيبوي دويدا كده جنسية خوي وربستيني و الويدا كي أو كيملكا خوي الور راجي دي يعني. Rêveberê Komîteya Mektumînê li Qeyd ya li bajarê Qamişlo ji Rojava TV re behsa tedbîrên qonaxa duyemîn dike. مرحلة دواج مرسوم ما دست بكريا وكم قوتيج دوفا 400 ناف تقريبا انها داخستيا وزارة سر دوري سر توقيت ولو محدد بشكل يومي تقريبا أمي بيست كسامي خلاص بكن أم دلجنا للقامشلو لجنا مالكية جياد ديركي دارينا باما جبوي سهولتا كار ولو بمشي وهركز كسر دورا خوا مثلا أفقا إماغو وزارة داخستي مقابلي نافيوي رقماوية وتاريخاوية حاضر ببي وحتى توقيت ساعات جي جبوي تكس دورا كسيدي نبي ونلا دوا شخص دفي حاضر ببي الباما أم كان لجنا أزي نفوسما قاضي جي هفالي محاضرة وياك هفالي مج أعياني منطقة جي فما الباتاوا كساناز دكي أم برسي خودكن كنافيتا مالباتاتا بافيتا دياتا كالكيتا أم دا أكدن إنه أفخدية في إدباري أف نافيغو داكتش قائمة وزارتي Wekî qonaxa duyem a hevdîtina şixsî navê 400 kesî ketiye lîsteya hemwelatîbûnê de. Ev gav di 29 Çileya 2026 ji rêkeftineke di navbera Qisidê û hikûmeta Demkî ya Sûriyê de pêkitê.